السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وراكم صحتكم وراكم لاباس. صحة رمضانكم ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا، وان شاء الله تكونوا في احسن حال. كي نقولوا رمضان معناتها نقولوا اول يوم نقولوا الطاجين الحلو. اليوم جبت لكم طاجين الحلو باللحم بابسط طريقه، ان شاء الله يعجبكم. ودرت لكم بالبابا يعني الوصفه راهي سهله بزاف، اللي جامي دارتها راح تنجح فيها من اول استعمال. ما عليكم يا البنات غير تتبعوا الفيديو حتى الاخر، راح تستفادوا من طريقه طاجين الحلو اللي تكون باللحم ووصفه البابا. شوفوا هنا درت هنا كميه تاع الزبده مع شويه تاع زيت، مش بزاف، وتحبي ديري حتى السمن. ديري قطع تاع اللحم اللي عندك، مهم يكونوا قطع صغار ما فيهمش الشحم. كيما حبيتي. انا طاجين الحلو تاعي ما نديرش فيه البصل، كاين اللي يدير البصل كيما كنت تشوفوا هنا. وتجيبي الكميه تاعك تاع العين بقره والكميه تاعك تاع الزبيب، وتحبي تدي اي نوعيه، مثلا حبيت ديري زبيب، العين بقره، المشماش، كاين بزاف هذو الفواكه المجففه، تقدري ديري انت واش حبيتي. المهم تدي كيله. بعد ما درت لهم الماء السخون، لازم تغسلوهم بالماء السخون وتخليهم شويه في هذاك الماء. نروحوا لهذاك اللحم تاعنا اللي بعد ما خليناه تقلى ولا بهذا الشكل، درت له شويه تاع عرق صفر، ودرت له هنايا نجمه الارض والقرفه. تحبي ديري ثاني الطيب تقدري ديري الطيب. ودرت له حوالي 2 كيلات تاع ماء. ديروا هنا 2 كيلات تاع ماء. بعد ما درت له كيلة تاع الماء درت له الزبيب. وهذه في هذه المرحله باش حطيت السكر، كما كنت تشوفوا بلي ما حطيتش العين بقره دركا على جال هي ثم الطيب. وكما كنت تشوفوا وليت درت هنا شويه شريحه تاع الليمون. وجبت هنا التفاح اذا كنتي محضرتيه تحضير مسبق راكي تخليه هو في الاخر. انا كانوا عندي حبيبات قشرتهم بهذه الطريقه وراني نحط فيهم مع البدايه باش يطيبوا لي. هذه الطريقه تاعي سهله خلاص. اذا عندك الزعفران تقدري تعوضيه مكان فلفل عفوا العرق الاصفر. اذا ما عندكش ديري كما درت انا. وهنا في الاخير نضيف هنايا العين بقره، ونبقى هنا نخليه حتى يطيب، يعني تنشوفوه عقد ولا القوام تاعو يعني كما نقولوا احنا عاقد شويه. هذا هو الطاجين الحلو تاعنا. نروحوا هنا للبابا. شوفوا هنا اول حاجه نبداو بالسيرو. جبت كيله تاع سكر، درت معاها 2 كيلات تاع ماء وشريحه تاع ليمون، ونروحوا نحطوهم على النار. كي نشوفوهم غلاو نحسبوا 10 دقائق ونطفيو عليها. هاكم تشوفوا هذه الوصفه. والبنات اللي راهم معايا في القناه الثانيه نقول لهم اليوم الاول فقط حنديروا يوم مفتوح. هنا درت 2 بيضات، درت ربع كاس تاع سكر، ودرت نص كاس حليب دافي. خلطوا مليح، لازم تخلطوا حتى هذاك السكر يذوب لكم مليح مليح. ومن بعد هنا جبت هنا مغرف تاع خميره الخبز وشويه تاع لافاني. حبيتي ديري لافاني حبيتي ديري القارص، انا درتهم في 2. دائما كنحب هكا الحاجه تكون منكهه مليح وتكون تجي بنينه. درت القارص ودرت لافاني، يعني وصفه راهي سهله سهله سهله، ما تخيلوش، وتجي بنينه وتجي تعطي واحد المنظر للطبق ما شاء الله. ودرت هنا ربع كاس تاع زيت، يعني نديروه دفعه واحده كما كنتوا تشوفوا. درت الزيت تاعي نخلط كلش مع بعض. يعني هذه الوصفة ناجحة وتخرج لك كمية لاباس بها، وتقدري تخبيها حتى في المجمد. حبي ديريها في الطاجين الحلو، في سلطة دو فروي، يعني ديري بها شحال من تحلية مع الكريمات انتي واش حابة. درت هنا الكاس الاول تاع الفرينة خلطته مليح، وزدت نص كاس، ما درت كاس ونص تاع فرينة، وخلطتهم مليح وخليتها تعقد بهذا الشكل. يعني خليها تعقد، عفوا خليها تخمر. بعد ما تخمر وتولي بهذا الشكل حاولي هنا نهبطوا لها هذاك الخمور تاعها، لازم تهبطوه لها مليح وتخلطيها مليح مليح. بعد ما خلطتها مليح جبت ليمون تاعي دهنتهم بالزبده ودرت لهم مليح الفرينه باش ما يلصقوليش. وبديت هنا نفرغ في الكميه، ندير حوالي نص الكميه تاع المول اختياري. حبيتي ديري مول كبير، حبيتي ديري لي مول تاع لي بابا لي سبيسيال تاع لي بابا، نتيا واش عندك في الدار. مهم ما تقيديش روحك ولا تربطي روحك بحاجه تقولي ما عنديش ما نديرش. المهم ديري
واش عندك في الدار. بعد ما عمرتهم هكا حوالي ربع الكمية، الفرن تاعي كنت مسخنته على 180 درجة. بعد ما سخن حطيتهم يطيبوا وتكون هكا تحصلت عليهم باش نقول لكم طابوا ما شاء الله. هنا راهم سخونين بزاف يا البنات كما كنت تشوفوا. جبت السيرو تاعي راهو بارد حطيته هنا وبديت هنا حطيت هذوك لي بابا. حبيت غير نستعمل زوج فقط كما كنت تشوفوا يا البنات. يعني جا ما شاء الله. هنا خليوها تشرب حوالي 5 دقائق راح تجيكم خفيفة خفيفة وهشيشة. بالاخص اذا قدمتوها مع شي كريمات ولا سالاد دو فروي ولا طاجين الحلو ما عندي ما نقول لكم. البنه تاعها ما شاء الله. المهم خليوها هنايا حوالي 5 دقائق برك راح تحصلوا على اروع البابا. راح تذوقوها يعني ديروا وتخبيوها في المجمد حتى الوقت الحاجة تلقيها واجدة غير تشربيها فقط. انا بعد ما وجدتهم واش تشربوا لي لا جاو خفاف ريشه كي لي بونج يا البنات. بديت هنا حطيت طاجين الحلو تاعي. بعد ما طاب وعقد وجا الله وجا بنين ما عندي ما نقول لكم. بديت نسربي فيه بهذه الطريقه. المهم زينته كل واحد اذواق يعني زينيه كيما حبيتي. دخلي فيه الفاكهه انت واش حبيتي. انا درتو كيما هكذا قدمته مع التفاح هذاك. درت هنا حبه تاع كيوي زينت بها. انت تحبي ديري الفراس حبيتي ديري مكسرات حبيتي ديري جلجلان. المهم تيا والامكانيات تاعك. كما قلت لك الكميه المتبقيه درتها في الكيس ولا في السيلوفان. درتها مليح وحطيتها في المجمد كي نكون حابه ندير اي حاجه نجبدها ونلقاها واجده. المهم هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. حبيت نوجده لكم يعني مسبقا باش تقدروا توجدوها ان شاء الله الاول يوم رمضان ولا لضيافكم ولا اي حاجه. المهم هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. تهلاو في رواحكم تهلاو في صحتكم والى اللقاء.